عليكم كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله كما كتشوفون غادي نشارك معكم واحد البريوش غير بالماء بالنكهات البرتقال. كيجي لذيذ البنات وكيجي مفشفش كما كتشوفوا في الصوره. الا بغيتوا تعرفوا الطريقه والمقادير خليكم معايا ان شاء الله حتى لاخر الفيديو. فرجه ممتعه. ما تنساونيش بواحد الاشتراك في القناه، تفضلوا وليس امرا، ويجي من الفيديو. في هاد الجبانيه ديال الخلاط درت هنا 2 جبانيات ديال الماء دافي، ودرت تما واحد نص هذا الجبانيه ديال سنيده، وربع جبانيه ديال الزيت، شويه د الملحه، ودرت هنا 3 المعالق صغار ديال خميره حبيبات. الا كان الجو سخون البنات ديروا غير معلقه كبيره صافي. ودرت هنا واحد النكهه، واحد الراس المعلقه ديال نكهات البرتقال، وهاد الساشيه ديال الخميره كيماويه. عندي هنا القشره ديال البرتقال البنات، وربعه زلايف ديال الدقيق، 4 زلايف ديال الدقيق مقابل 2 زلايف ديال الماء البنات. المهم كنخلي يعني الدقيق الابيض، الفرص العادي، يعني ماشي خاص بالحلويات، ولكن كاين فرص اخر عادي البنات. المهم صافي كندير الخلاط ديالي، كتخلط العجانه. انا عندي واحد المعلقه كبيره ديال الزبده اللي حكيتها البنات في الحكاكه باش دغيا كتدخل في العجينه، هي يعني رطبه شي شويه. صافي كنخليها تعجنها مزيان واحد المده، واحد 5 دقائق البنات، حتى كنحس بالمقادير كلهم يعني تجمعوا. صافي كنحيدها من العجانه. كتشوفوا العجينه البنات كتجي شويه رطبه بزاف باش يجينا البريوش ديالنا رطب. هذا يعني رطب وزوين ومفشفش من الداخل كما وريتكم في اللول. صافي كتشوفوا يعني ما خليتوش البنات، دهنت سطح العمل ولا فوق الرخامه ديالي. وصافي جبت هاد اللي كتعاون في العجينه، يعني دخلت سميتو خدمت شي شويه العجينه، غير واحد شي شويه. ودابا كنكورهم وكندير فيهم الكويرات صغار، ومن بعد كنبسطهم غير شي شويه. وغادي نجيب واحد البيضه وشويه نسكافيه نخلطهم مزيان باش غندهنهم البنات، وكنزينوهم من الفوق بشويه ديال الجنجلان. وهذا كنخليهم حتى كيخمروا، يعني ما خليتهمش بزاف في البنات، خليتهم غير واحد 5 دقائق، حتى 5 دقائق تقريبا. وشعلت الفران ديالي ديال الكهرباء من الفوق ومن التحت. صافي كندخلهم حتى كيطيبوا البنات من الفوق ومن التحت، غير ما نسهو عليهمش. يعني واحد كل 3 دقائق، يعني الا كان الفران سخون، حتى 4 دقائق. صافي كما كتشوفوا معايا كندهنوهم مزيان ونرش عليهم شويه ديال الجنجلان. ما بغيتوش الجنجلان البنات دهنوهم بالبيض حتى كيخرجوا، غدهنوهم شويه ديال العسل، وترشوا عليهم اي حاجه بغيتو، كاوكاو ولا شويه ديال الكوك، راه كيجي المنظر ديالهم زوين. يعني بريوش ساهل ولذيذ، وفي نفس الوقت يعني مكوناته بسيطه غير بالماء، يعني ما فيش بزاف د المقادير، لا بيض لا حليب، يعني كيجي زوين بزاف. نتمنى يعجبكم وتجربوه، اكيد غادي يعجبكم ان شاء الله. الا عجبكم الفيديو ما تنساونيش كامل العذاب لايك للفيديو، وتشتركوا في القناه فضلا وليس امرا. وكما قلت لكم الكميه تبارك الله راه كتعطي كميه بزاف. اللي ما كتبغيش الحجم متوسط بحال هكا تقدر ديرهم صغار، يقدر ديرهم كبار. يعني كما كتعرفوا رمضان الكريم على الابواب، ضروري نديروا هاد الكريسات ولا البريوش على المائده الافطار. وكنقول لكم رمضان الكريم على الابواب ان شاء الله، كل عام وانتم بالف خير. يدخل علينا صدر ربي بالصحه والسلامه. وكنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.